الإسكندرية. في حب الإسكندرية الجميلة وإلى كل ما هو جميل وأصيل. اسكندرية تاني، اسكندرية تاني، من العشق ياني، والرمل سهراني عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود. أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة نسترجع فيها ذكرياتنا مع عمل درامي دارت أحداثه على أرض اسكندرية، نتعرف من خلاله على معالم مدينتنا الجميلة، شوارعها، مبانيها، وطبعا شواطئها الساحرة اللي جذبت خيال المؤلفين وكاميرات المخرجين من بداية السينما في مصر وكمان في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. أهلا بيكم واسكندرية تاني. الفيلم اللي معانا النهاردة رصيف نمرة 5. تم عرض الفيلم عام 1956. القصة لفريد شوقي، السيناريو والحوار نيازي مصطفى والسيد بدير، والإخراج لنيازي مصطفى، الموسيقى التصويرية لفؤاد ظاهري. على اليمين تمام يا فندم، تنسيق في الطابور. اقرا الاوامر. امر عمومي يراعى تشديد الرقابه واليقظه التامه اثناء الخدمه، وعلى جميع ضباط الصف والنوتيه ان تبليغ عن اي حادث اثناء فتره الدوريه، وذلك لوجود اخباريه عن تهريب مخدرات تقتضي من الجميع شده الانتباه واليقظه. بالامر الله والوطن. أحداث الفيلم بتدور في ميناء اسكندرية عن عصابة بتقوم بتهريب الهيروين، وبيحاول الشاويش خميس ضبط رجال العصابة اللي بيتزعمها واحد من أبناء المنطقة اللي بيدعي التقوى وبيتردد على بيت خميس. بيتسلل بالليل لبيت خميس عشان يقتله، لكنه بيقتل زوجته، وبتستمر المطاردات لغاية ما يقدر الشاويش خميس يقبض على عصابة. خلصت بدري يعني، بدري من عمرك. طول عمري نستبشروا بيه، وقعوا في ايدي. مين دول؟ الناصحين اللي بيهربوا كوكايين في رجلين الحمام. اللي بيهربوا الكوكايين في رجلين الحمام؟ ايوه، الواد عليه ابني اصطاد حمامه بالبندقيه اللي جبتها له. حمامه مين؟ من اللي بيتفقوا المينا. لقيت في رجليها انبوبه مليانه كوكايين. وعملت فيها ايه؟ وديتها القسم، والبوليس هيداويها وهيطيروها عشان يعرفوا بتحط فين. ايه رايك بقى يا عم؟ ده انت جن يا خميس. ولسه انا مخلي الواد ابن عليوه يتربط للحمام، واي واحده هيشوفها نشها على طول. كمان؟ روح يا شيخ الله يعمر بيتك. رصيف نمرة 5 بطولة فريد شوقي، سليمان الجندي، ناهد عبد العزيز، ملك الجمل، هدى سلطان، ونعيمة وصفي. أما العصابة فكانوا زكي رستم، محمود المليجي، فاخر، عبد الغني النجدي، محمد شوقي، وزينات علوي. شد حيلك يا خميس. على الله. شد حيلك يا خميس. هي الخرصه اللي شافت القاتل ماتت؟ لا، مصابه يا فندم في المستشفى. لكن دي تعبانه قوي يا فندم. الدكاتره منبهين مفيش اي حد اتصل بيها. وموقفين حرس قدام اوضتها. طبعا هي الدليل الوحيد ضد القاتل، ولو شافته هتعرف على طول. مصيرها تقوم وتدل عليه. شد حيلك يا خميس. على الله. شد حيلك يا خميس. كله على الله. الباقي حياتك يا سي خميس. حياتك الباقية. اقعد يا اخويا استريح. اقعد. نعمل ايه في حظنا؟ انكتب لنا. تعزيني ونعزيك. وازاي حصلت الحكاية دي؟ امر الله ونعم بالله. انت بس سبت سريرك ورحت فين بس؟ قمت قبل الحادثة ب5 دقايق، نمت في سريرك. شوف الحظ اجلها
ما تأخذنيش اللي اتأخرت عليه، كان بودي نجو بدري، لكن الظروف هي اللي أخرتني. طول عمرك راجل شهم يا معلم. تصبح على خير، مع السلامة. لو مريت على كورنيش الماكس قريب من الفلار هيقابلك بيت العصابة أو اللوكاندا الحمراء. اتسمت بالاسم ده نسبة إلى لونها الأحمر. اللوكاندا الحمراء مكونة من 4 طوابق بتجمع ما بين الطرازين الإسلامي واليوناني، عمرها أكتر من 200 عام. كانت اللوكاندا الحمراء هي المكان المفضل للجاليات اليونانية والإنجليزية والإيطالية لإقامة الحفلات في بداية مطلع القرن العشرين، قبل ما تتحول لسكن للأهالي بعد رحيل الأجانب عن مصر في خمسينيات القرن الماضي. أطلق عليها الأهالي اسم بيت العصابة بعد تصوير فيلم رصيف نمرة 5 فيها، وكانت هي منزل محمود المليجي اللي كان بيقوم بدور رئيس العصابة. اللوكاندا الحمراء شهدت تصوير عدد من الأفلام السينمائية زي الهجامة بطولة ليلى علوي وهشام سليم، وكمان تصوير عدد من الأفلام الأبيض والأسود اللي كانت أحداثها بتدور في اسكندرية، وكانت دايما بتستخدم كوكر للعصابة في الأحداث. لا يا ريس، لا كمل، أنا مش عايز أشوف لها أشهر هي والأرض حتة واحدة، كمل. ماشي. أنا هتجنن من شاويش الزفت ده، رفضناه وقلنا خلصنا منه وبرضه ورانا. أنت نسيت عليه وابنه كمان؟ صاد من بندقيتي وقطع الخط الجوي اللي ما قدرش يقطعه انا بالمخدرات بحاله. ولد نبيه خسرته. شفقان عليه؟ خسرته انه مش معانا. قصدك ايه؟ مش فاهم. قريبي عرفان. فهم. ايه رأيك؟ دي بقى يا معلم فكرة مدهشة. هدى سلطان غنت في فيلم رصيف نمرة 5 من بحري وبنحبوه، من دمع عيني، الموال، وتسلم لقلبي. من بحري وبنحبوه عالقمة بنستنوه، شبك الجمالات وشبكني وازاي نقدروا ننسوه. من بحري وبنحبوه أيوه من بحري وبنحبوه عالقمة بنستنوه، شبك الجمالات وشبكني وازاي نقدروا ننسوه. من بحري وبنحبوه أيوه كلمت عليه بالايد والعين بصت للعين، صدفة من غير مواعيد زادوا العشاق 2. سلمت عليه بالايد والعين بصت للعين، صدفة من غير مواعيد زادوا العشاق 2. شغلتنا عليه من نظرتها ويا خوفي عليه من حلاوتها. شغلتنا عليه من نظرتها ويا خوفي عليه من حلاوتها. لا يروح مني وياخدوه والفكر في حبه يدوب، لا يروح منها وياخدوه والفكر في حبه يدوب. شبك الجمالات وشبكني وازاي نقدروا ننسوه. من بحري وبنحبوه أيوه من بحري وبنحبوه عالقمة بنستنوه، شبك الجمالات وشبكني وازاي نقدروا ننسوه. بيومي لفتك يا بيومي، حبيبي والبوليس ورايا عارفه كل حاجه هيموتوني. بيومي هخلص طاري منك. انت اللي قتلت مراتي وخطفت ابني. مش انا، وعاوزني اصدق انت اللي قتلتها. انا هخلص عليك قبل ما اسلمك. امال مين؟ اتكلم. مشاني اتكلم. مين اللي قتل مراتي؟ اللي قتل مراتك؟ قول. اللي قتل مراتك. اتكلم. يبقى بيتجوز كده في عزك ونفوق
نفرحوا وننبسطوا كده بالمره. لا مؤاخذة يا معلم، اصل الولية دي مخها تعبان شوية. لا ابدا مفيش حاجه، لكن انا مش فاهم عملت كده ليه. لازم فهمت انك ايه؟ زورت لها كده ولا كده، محاكم دول مخهم ضيق شوية. جايز برضك، عن اذنك بقى. والله يا معلم انا مكسوف منك قوي. يا راجل ما تقولش الكلام ده. سلام عليكم. الف مبروك يا علي والف مبروك يا ابني، مع السلامة. الله يبارك فيك. انت بتقول ايه يا واد انت؟ ده لسه جايب لك العجلة. وانا اللي بقول، يبقى انا اللي بتقول ما كانش هو، قتل امي تسع جراحها. يمكن صحيح يا سي خميس. فايه تنوزها؟ ده راجل يعرف ربنا، ده بيصلي فرض الفرض وما بيسيبش السبحة ابدا من ايده، انا اعرفه من 10 سنين. ويجرى ايه بس لو تفوت على بهانه وتستفهم منها؟ بقى اكدب نفسي واصدق الولية المجنونة دي. انت واقف بتخرف ونام، قوم. خلاص ما عادش نتدخل لك في حاجه تاني، قوم يا بنت. ده كلام ده؟ المعلم بيومي. علشان خاطري فوت على بهانه واستفهم منها. حاضر يا ستي، هفوت عليها الصبح. المعلم بيومي قال. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليكم. السلام عليكم. اشهد ان لا اله الا الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. حرما جمعا ان شاء الله. امال سبحتك فين يا معلم؟ والله يا ابني نسيتها في البيت. ليه؟ لا ولا حاجة، اصل لمتها لك. نويت اصلي ركعتين لله. الله اكبر. لا ده انا عاملها قبل منك. جرى يا خميس؟ انت المكان نتحاسب فيه، تعال معايا بره. اما انا كنت مغفل بشكل، دخلت عليا امور المشيخة بتاعتك ولبستها زي الكرتل، لكن اديك وقعت زيرك. الله ينجيك يا معلم بيومي. ان شاء الله مش هينجيه طول ما انا ماسكه. لا يا معلم، هنعطيكوا ازاي وانا متكتف كده؟ والنبي تسيبه يا خميس. اسيبه ده انا ما صدقت اني مسكته. الله ينصرك على بني عديد. ما نصرنا وخلاص. انت خايف نهربوا منك؟ هاني ده انت لو طرت في السما هنجيبوك. اتفضل اديله في الكسر يا خميس. خلاص يا سيدي اديته الحسنة. الحمد لله. روح يا شيخ، إله يخرب بيتك. رئيس خميس. افندم اتفضل. اهنيك يا رئيس خميس. تعال عودتك للخدمه وظهور براءتك، وان شاء الله تكون قدوه حسنه لزملائك. وتشكر يا فندم. تسمح يا فندم. افندم بس نشوف الجماعة. اتفضل. تمام يا فندم. أرق تحيات الزميلة هند حافظ من الهندسة الإذاعية. اسكندرية داني من العشق ياني والرمل سهراني عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود.